بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبمناسبة قيام الدورة الشرعية الثانية التي دعت إليها جمعية طارق بن زياد الإسلامية بمدينة ليميرو بفرنسا، والمقامة من يوم الخميس 27 من شهر الله المحرم لسنة 1420 للهجرة إلى غاية يوم الأحد 30 من شهر الله المحرم لسنة 1420 للهجرة، والتي دعي إليها ثلة من العلماء الأجلاء الذين نحسبهم على خير إن شاء الله تعالى ولا نزكي على الله. ومن ضمن الإخوة الذين حضروا هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة الشيخ وشيخنا أبو حازم عدنان العرعور. وبما أن الإسلام حث على وحدة الصف وبناء الجماعة وإصلاح ذات البين لما في هذه الأمور من خير عظيم، على الدعوة المباركة وأتباعها لا تخفى على كل ذي لب. ولقد ساءنا ما حصل بين بعض الشباب من قيل وقال وإضاعة الأوقات وهدر الطاقات والانشغال بما لا ينفعنا عما ينفعنا، وذلك بسبب ما تواترت به الأخبار بطعن الشيخ الدكتور ربيع حفظه الله بالشيخ عدنان حفظه الله. ولما كان الإخوان من رموز السلفية المعروفين، كان لزاما علينا السعي الصادق لرأب الصدع وسد الفجوة. يقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولقد استفتينا سماحة والدنا الراحل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز قبل موته بساعات بما قاله شيخنا ربيع حفظه الله في شيخنا عدنان حفظه الله، لعلمنا أن الشيخ عدنان من المقربين لدى سماحة الوالد عليه رحمات الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فأفاد قائلا قبل موته بساعات: لا نعلم عن الشيخ عدنان إلا خيرا، وهو عندنا من أهل السنة والجماعة، وذلك عن طريق رسالة فاكس وصلنا. وأفادنا العلامة الشيخ الألباني حفظه الله عندما طلبنا منه رأيه، وهذا الرأي مسجل، وحصل هذا الرأي في مكالمة هاتفية من شيخنا أبي صهيب حفظه الله. فأجاب الشيخ الألباني بثلاثة أمور: أولا، أن موقف الشيخ ربيع سلبي وعليه أن يدلي بحججه. ثانيا، أن على الشيخ عدنان
أن يبين رأيه فيما اتهم فيه. ثالثا، وعندما سئل الشيخ الألباني حفظه الله عن استدعاء الشيخ عدنان لهذه الدورات قال: الأصل البراءة. وبناء عليه اجتمعنا مع الشيخ عدنان وطرحنا عليه هذه الإشكالات التالية. وقبل طرح هذه الإشكالات نود من شيخنا حفظه الله الشيخ عدنان أن يعطينا نبذة عن حياته وعن شيوخه، عن حياته العلمية وعن شيوخه، فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعتذر إليك من الوقت. اللهم إني أعتذر إليك من القيل والقال. اللهم أنت تعلم أني ما أمسكت عن الكلام خلال هذه الفترة إلا دفعا للفتنة وكفا للقيل والقال، وخشية من أن يتمادى الشباب فيما قال أخونا الشيخ المقدم حفظه الله، أن يخوضوا فيما لا ينفعهم ويتركوا ما ينفعهم. أقول قبل أن أجيب عن أسئلته لا بد من التأصيل الذي ندعو إليه قبل التمثيل. وإن الخلاف مع الشيخ ربيع هو خلاف في قضايا لم يطرح حتى الآن والحمد لله قضية عقدية، ولم يطرح قضية منهجية، بمعنى أني أدعو إلى قضية معينة هي خطأ كذا وكذا وكذا. غاية ما في الأمر أنها شبهات دارت في بعض رؤوسهم، بنوا عليها أحكاما وإلزامات سنجيب عليها دفعا للريبة بناء على طلبكم وطلب شيخنا الألباني حفظه الله تعالى. النقطة المهمة الأولى مسألة، حتى لا نكررها في كل جواب، مسألة خطيرة جدا، وهي الدخول في النيات. بمعنى أن يصدر من الرجل كلاما، يصدر من الرجل عفوا الكلام، ثم يدخل المستمع أو القارئ إلى بطن الكاتب ويقول قصد كذا وأراد كذا. هذا فضلا عن أنه اتهام بلا دليل، فإن فيه تألي على الله وادعاء علم الغيب، وهو أخطر من الأولى، فيها قضية توحيد. فمثلا الدورة لم تدعو زيد ولا عمر إلا لأجل هذا. كيف عرفت هذا يا أخي؟ إذا لم يكن عندك بينة فلا يجوز بحال من الأحوال أن تدخل في النيات. وسأريكم كم دأب هذه الطائفة الدخول في النيات. سيأتي الآن أدلة واضحة أنه قصد وأنه أراد. هذه واحدة. طيب، وأنا كيف أرد على هذا؟ ما لي إلا أن أقول ما أردت هذا. مثلي مع هؤلاء مثل رجل رأى رجل في الشارع قال له زنيت أمس. أنت لأنك نظرت إلى واحد هو أخطأ، نظر لواحد قال أنت نظرت لتزني. طيب، وبما أنك نظرت لتزني فإذا زنيت، وإذا زنيت إذا لابد أن تتوب وتعلن أمام الناس. فيقول الأخ والله ما زنيت. قل لا زنيت. عندك بينة؟ لا. تقبل يميني؟ لا.
أنا أنصح إخواننا لأن هذا ليس مذهب لا أهل السنة والجماعة ولا مذهب المسلمين ولا مذهب النصارى، وأظنه مذهب اليهود. هذا مذهب من لا عقل عنده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شاهداك أو يمينه، فإما أن تقدم أدلة على هذا الاتهام وإما أن تقبل اليمين. فإذا كان الرجل ليس عنده شهود ولا يقبل اليمين، ثم إذا حلف اليمين قالوا مراوغ. الله أكبر، كيف عرفت أن هذا الذي حلف لك اليمين مراوغ؟ هذه مصيبة. فماذا يجيب الرجل؟ زنيت؟ لا ما زنيت. أحلف لكم والله ما زنيت. أنت مراوغ. طيب عندك دليل؟ لا. ما الخلاص من هذا؟ الخلاص من هذا كما أبينه، وأن ندعو إلى مباهلة، وسأذكر هذا تفصيلا. 2، هناك في هذا المذهب الجديد إلزام ما لا يلزم، بل إيجاد أقبح الاحتمالات، بل لا يمكن لعاقل أن يحتمل هذا الاحتمال. سأضرب لكم مثالا. قلت في بعض كتبي: آن للعلماء أن ينزلوا إلى الساحة فيعيشوا مع شباب الصحوة، أو بهذا المعنى، أو ينزلوا من بروجهم العاجية فيعيشوا مع شباب الصحوة، يربونهم، يزكونهم، يعلمونهم، يعايشونهم. اسمعوا الجواب، يا ريتني لأن أرى هذا في الكتاب. يقول باختصار: هذا طعن بالعلماء. رجل ينصح الدعاة والعلماء: أنتم تعيشون في باريس، هل العلماء الذين يزورونكم يعيشون معكم أو ينزلون في الفنادق؟ هذه الصحوة في هذه البلاد أين الشيوخ الذين يعيشون فيها؟ حتى في البلاد الإسلامية تجد فاصل بين كثير من الشيوخ وبين شباب الصحوة، وهذا الذي أدى إلى سوء في التربية، وأدى إلى هذا التطرف هنا وهناك في قضايا التكفير هذا لا يعني كل عالم، لكن بالعموم هل العلماء ودكاترة الجامعات يعيشون مع الشباب في بيوتهم وفي نواديهم، أم أن هناك فجوة؟ أنتم أي عاقل رأى هذه المناظر يعرف أن هناك فجوة. طيب، قلت للعلماء الجواب أن يقول مثلا: أخطأت يا أخي مع الأمة. طيب أقول طيب. أما يقول طعنت بالعلماء، وين طعنت؟ لأنهم يسكنون في بروج عاجية. طبعا الظروف التي تحصل يسكن العلماء بعضهم في فندق انتركنتينال. هل هذا من السنة في شيء؟ ويركب أحدث سيارة ويدخل الفندق وفيها ما فيه من البلايا والرزايا، ورائحة الخمور تفوح والنساء تخرج وتطلع. هذا الآن يقول اتهمتم بالزنا. هكذا تحميل ما لا يحمل. نريد كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. نحن الذين ندعو إلى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فهل من هدى إذا سافر مع قومه ينام في مكان وهم ينامون في مكان؟ هذا مسألة تحميل ما لا يحتمل الكلام. أمر ما لا طاقة لي لرده. أنت ليش جالس هكذا؟ أنت تنوي الإساءة بي، إذن تنوي الإساءة بالعلماء. إذن ثم يسرد بعد ذلك فضل العلماء ومكان العلماء، وكأن القارئ حتى يخيل للقارئ، هذا ما فعله بعض الشباب، حتى يخيل للقارئ أن عدنان
يسب العلماء ولا يؤمن أن العلماء ورثة الأنبياء، ويدخل في التفصيل في التفصيل في التفصيل. هذا بلاء عظيم، بلاء عظيم. من جملة الإلزام ما لا يلزم. رجل استشهد بكلام من وقع في البدعة أو وقع في الخطأ أو وقع في الضلالة، استشهد بكلام صحيح، هل يلزم منه أنه يوافقه في ذلك بتلك البدعة؟ نحن نعلم هذا. نحن رأينا أن شيخ الإسلام استشهد بالغزالي، ورأينا ابن القيم في مدارج السالكين يؤول بذاك الكلام الذي أحيانا لا يحتمل التأويل من الخطأ بل من الضلال. فنحن بدل أن نؤول لإخواننا، وهو المذهب الصواب، إذا وقع من رجل أصوله صحيحة، رجل ذو أصول صحيحة، يجب أن نؤول على الوجه الأحسن، لأنه من إخواننا ولأنه أصوله صحيحة. ما نأتي ونحمل الكلام على أسوأ محمل. البرية ما لها حل، ما لها حل إلا الله عز وجل، إما يهدي الظالم أو يقسم ظهره. مسألة الثانية، بديهيات الإسلام، مسلمات الإسلام، أن تسمع من الطرف الثاني. وضربنا للشباب مئات الأمثلة. لو اشتكى عمر بن الخطاب ومعه شهود أبو بكر وعلي وعثمان وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وابن المبارك ومجاهد، اشتكى على يهودي، هل يجوز للقاضي أن يسمع من عمر ويسمع من الشهود ويحكم على اليهودي في غيبته؟ يقولون لا يجوز. هذا كلام الشيخ ربيع، يقول لا يجوز إلا أن يسمع من الطرف الثاني. فما لإخواننا لا يسمعون ويحكمون؟ أين مذهب أهل السنة والجماعة في مثل هذه القضية الأخلاقية التربوية القضائية؟ النقطة البعد، يا حبابنا يا أخواننا، ما يجوز في الشرع أن يكون خصم وحكم. هي بلية، خصم وحكم، هذا لا يجوز. الخصم خصم، لا يقبل كلامه في الخصم إلا بأدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة مع الاستماع إلى رد الطرف الثاني، بعد ذلك يحكم. إخواننا هداهم الله هم خصوم وحكم، ولذلك ما الحل في مثل هذه القضية؟ سأتكلم عن ذلك، لكن ما دام خط في هذه الكلمة ممكن. الحل في هذا نحتكم لأهل العلم. هنا نص نعرض على أهل العلم، هل هذا طعن أم غير طعن؟ أما خصم ويحكم فلا. طيب أنا ما قصرت في ذلك، لي 5 سنوات يا إخوان، 5 سنوات أمسك على الرد المباشر لأجل دفع الفتنة، وأكتب رسائل لهم: تعالوا نتحاكم عند هذين الإمامين الألباني وابن باز، فلا حياة لمن تنادي. أسمعت لو ناديت حيا؟ ما في. مرة ثانية يا إخوان، رسالة ثالثة كتبت للفارسي ولابن هادي الثاني وللشيخ ربيع، لا جواب. ما معنى هذا؟ هذا إما كبر في النفس، كبر ما يريد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، لأن بعضهم يحتقر لأمور من الصعوبة الآن تفهمونها أنتم وأنتم تعيشون في هذه الديار، لأنه هو من قبيلة كذا، ولأنه من بلد كذا، لكن ما كل ما يعرف يقال. لماذا لم يخضعوا إلى التحاكم؟ رجل يدعوهم إلى إمامين شاهدت الدنيا بعدلهما وحكمتهما وعلمهما وفضلهما. فما معنى هذا التهرب 5 سنوات؟ ما معنى
أو أنهم لا يرون علم هذين الإمامين. أما الفارسي فأجاب قال لماذا تختار هذين وما تختار غيرهم؟ قلت أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ قال أنت تطعن بالعلماء. لما أطعن بالعلماء، كل علماء الأمة تعترف بفضلهما، ما رأيت والله أحدا يرفع رأسه أمامهما لا في علم ولا في فضل، وخاصة في الجزيرة العربية في مسألة الشيخ رحمه الله إلى يوم القيامة، وهم يخضعون له في علمه وفضله. فلماذا تركتموهما؟ ثم الشيخ ربيع قبل 5 أيام بشهادة الدكتور عبد الرحمن الفروائي، وهو معروف المشهور عندنا، والدكتور باسم الجواب، اتصلا بالشيخ ربيع وقالوا انهي هذه المشكلة وتحاكم. قال أتحاكم عند الشيخ الفوزان والشيخ العباد، وهما شيخان فاضلان. رضينا. هو ظن أنني لا أرضى، قلت مع أنه أفضل الشيخ ناصر والشيخ باز لما لهم من منزل في العالم، لكن لا مانع، هؤلاء عندهم من الدين والعدل ما ينصفان. فلما علم بموافقتي نكص على عقبيه، وهذان شاهدان يسألون. قال الآن كيف هو يرد؟ يقول أنا الآن رد لماذا لا تتحاكم؟ يقول أنا كتبي تحاكمت وقرأت كتبي. ليس هذا هو مجال الحكم. مجال الحكم أنك تتهم. التهمة دي تحتاج إلى قضاء، لا تحتاج إلى كتبك. أنت خصم، والخصم متهم. فأنا أريدك أن أتحاكم إلى ألفاظك وادعاءاتك. نص أنت تقول هذا يعني كذا وأنا أقول لا يعني، فنحتكم إلى من ينهي هذا الخصام. هناك طريقة أخرى بفضله أتحداه. قلنا لهم مباهلة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وأنا اللي آتي بأهلي وأولادي وأصفهم ونلعن لعنة الله على المتهمين بغير حق وعلى الظالمين. والله ما سمعوا بالمباهلة إلا ما تكلموا ولا كلمة. لماذا؟ من إذن الذي يريد أن ينهي هذه المشكلة؟ ومن الذي يريد أن يفتن الشباب؟ ومن الذي يريد أن تبقى هذه الفتنة؟ الذي يدعوهم إلى علماء صالحين أم الذين لا يرضون المحاكمة؟ ثم إذا هم رفضوا المحاكمة وكل خصم رفض المحاكمة ماذا يكون في الأمة؟ النقطة 3 أو 14 التثبت من الخبر. يا أخواننا يا أحبابنا، والله أسمع بأمور لا علم لي فيها ولم تطرق لي على بال، وأسمع في بعض الأشرطة أمور ما خطرت لي، ما خطرت على بال. ربما يقول الإنسان خطر في باله القمار، خطر الزنا، لكن أمور ما خطرت على بالي ولا مجرد مرور خاطر، وإذا بهم يقولون فعل لم يفعل. أما عندكم دين؟ أما عندكم عقل؟ أما عندكم رشد؟ ما عندكم ذلك؟ فلماذا لا تتثبتوا؟ من جملة هذا في محاضرة ألقينا حصل فيها إجمال في مكان تفصيل، ويقول هذا خطأ. الواجب بعد المحاضرة مباشرة، هذا لمن يريد الخير للأمة وللدعوة وللجماعة، يا أخ عدنان أنت هنا أجملت، ماذا تقصد؟ أقصد كذا وكذا وكذا. جوابي كذا تحت الفتنة. إذن هل من الدين والخلق؟ قال كلمة مجملة أخ،
ذهب يشنع فيها. هو الأخ في الرياض عدنان هو بيشنع فيها في فرنسا وأمريكا. هذا دين؟ هذا إفساد في الأرض، هذا خلق فتن. ترفع السماعة تقول يا أخي عدنان كيف 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 كيف. ثم تدرون بعض الأشرطة لها أكثر من 20 سنة 50 سنة عفوا 25 سنة. ما أدري أين متى كنت في شبابي متحمس، خطبة جمعة غير خطبة جمعة، لا أذكر شيء. أحيانا يقال لي قلت كذا، لا أذكر. وتكون من هذه الإطلاقات اللي كانوا يطلقها الشباب في شبابنا. ارفع السماعة تقول عندنا كيف كيف. مثلا هذه الورقة الذي قالها الجنيد وأعرفه يعرفني. تصور الورقة وصلت إلى هولندا ولم تصل. هذا الرجل عنده تقوى. أول أنت تتهم، لمن ترسل؟ لصاحب التهمة. تقول أجب، فأجبت كفة الستمة. وممكن أعلن هناك خطأ، أعلن على الناس كذا وكذا وكذا. فقد يقول قائل أشرطتك انتشرت وفيها خطأ. نعم، هل إذا صححتها أنا أولى أم إذا صححتها أنت؟ لكن حظوظ النفس نعوذ بالله منها، حظوظ النفس نعوذ بالله منها. التثبت من الخبر والتثبت من المقصود. إذا ما استقمنا في هذه الأصول التي ذكرتها، النيات والإلزامات والاستطراد. استطراد في قاعدة لنا سنجيب عنها، نصحح ولا نجرح. يبدأ الشيخ ربيع يستطرد، يقرأ 10 آيات، يقرأ 20 آية، يقرأ 30 آية، يقرأ 40 آية من القرآن، وأن شعيب نصح قومه توحيد الألوهية، وأن شعيب، حتى يخيل للسامع هذا الجاهل عدنان لا يعرف توحيد الألوهية ولا يعرف الدعوة إلى الألوهية، ويستطرد ويبين مواقف الأنبياء ودعوة الأنبياء، حتى يخيل للقارئ أو السامع أن هذا الرجل عدو لدود لدعوة الأنبياء وعنده من الجهل المركب. هذا ما أحببت. وأختم هذه القواعد بأني بشر من البشر، واخطئ وأصيب، والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. جمعوا كيدهم وصفوا صفهم وقرأوا الكتب وقرأوا، وإذا بهم يخرجون أكثر ما يمكن 15 خطأ على مدار ما يقارب من 35 سنة من دعوتي. تقبل الله منا ومنكم. فأنا فرحت، يعني كل 2.5 سنة خطأ. هذا جيد، هذا جيد جدا. وسترون الحمد لله ليس في هناك خطأ في العقيدة ولا خطأ بالمنهج. إن يقولون أثنيت على سيد وغير سيد، ستسمعون الآن أنها سترون حقيقة هذه الأمور. فاللهم لك الحمد. وأن من الأخطاء التي نسبوها إلي فرحت بنسبتها إلي، فأنا أموت وأحيا على بعضها وسترونها إن شاء الله. شكر الله لكم. شيخنا الفاضل، كيف كانت علاقتكم بالشيخ ربيع قبل بداية المشكلة؟ وكيف حصلت هذه المشكلة؟ وهل سعيتم إلى حلها؟ وقد سمعنا جزءا من المسائل التي تفضلتم بها لحل هذه المشكلة. علاقتي كانت بالشيخ ربيع طيبة منذ أكثر من 20-23 سنة. وكان وفي خاصة توطدت أثناء فتنة الأفغان عندما قتلوا شيخنا وحبيبنا، وكنت أحبه حبا كبيرا، الشيخ جميل الرحمن. وفتنة كونر معروفة حيث اجتمع أهل البدع، وقد فر معظم الدعاة من تلك المعمعة، وبعضهم تركها دينا وبعضهم تركها ورعا. وأنا مضطر الآن أن أذكر بعض المواقف دفاعية كما ذكر شيخ الإسلام أمام الأمير،
قال له أين هؤلاء الشيوخ لما جاء التتار فروا إلى مصر وبقي شيخ الإسلام يرفع راية الجهاد. فأنا مضطر أقول هذا. فكنت وقتئذ على الساحة هناك، والفضل الله هو الذي أعانني على الصمود في وجه الطغاة هناك من الشيوعيين، وبوجه المخطئين من إخواننا الحزبيين، والإخوة الذين كانوا هناك يعرفون ذاك الموقف في كنا. وكنت وقتئذ رئيسا للجنة التحكيم الدولية التي عينت لإنهاء هذه المسألة. فكان الشيخ ربيع لا يقبل كلام في الدنيا إلا كلام عدنان، وينسي يتصل بالهاتف في مناطق الحدود فيقول نحن نجيبه، فيغضب ويقول لا أسمع إلا من عدنان، ولا أسجل إلا من عدنان، ولا أقبل إلا من عدنان. ولا أقبل إلا من عدنان. وكانت إذا زرت المدينة لقيته، وإذا زار الرياض التقينا. وأولا هكذا كانت العلاقة طيبة، وكنا يعني لا يوجد أدنى شيء. التقينا، كنت قد دعوته إلى بيتي لوليمة، قلت اليوم كانت أو غدا نسيت، فاتصلت به في الفندق وقال لي بلغني أنت أقوال عن السيد قطب أنك تستشهد وتثني. قلت له هذه عندك بطانة حقيقة عنده بعض الناس رحمك الله ما لي أقول أشهد الله، لكن أقسم بالذي نفسي بيده أنهم يفسدون ولا يصلحون. فكنا في أول الأمر نقول الشيخ ربيع نحن إخواننا طيب، ولكن هذه البطانة تنقل له أخبار، وهو مريض فتثيره، مريض عنده عدة أمراض، فعنده الضغط، عنده السكر، عنده كذا، عنده البصر مؤلم، ويأتون له بهذه الأخبار تستشهد نفسه فتنطلق منه كلمات، فكنا نتحمل هذا. فقلت له بالهاتف ليس الأمر كذلك، إن شاء الله إذا التقينا أبين لك. ثم اشتد الكلام ثم أساء اللفظ كعادته، ما يضبط لسانه وفلتات لسانه، هذا تشهد الدنيا على ذلك، كما تشهد الدنيا على ضبط لفظي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وتلفظ بألفاظ قبيحة. فقلت له أنا هكذا والله يا أخوان الله يسمعني، قلت أنا أخوك عدنان نسيتني؟ قلت رأيته بحالة عصبية هائجة، وكان جاي للتداوي في الرياض. قلت أنا أخوك عدنان، أنا أذل نفسي. نعم، لماذا؟ لأن الله أمرني بذلك مع إخواني ولو كان خصما لي. قلت أنا أخوك عدنان نسيت؟ أنا أكلت عندك في البيت على عادتي في الدعابة، أنت معزوم عندي، أنت وهذا يثور. ثم قلت أنا عندي حل المسألة. قال ما هو؟ قلت الشيخ بن باز موجود في الرياض، نذهب إليه اليوم ونعتقد، أو نذهب إلى الشيخ ناصر رحمه الله الأول وحفظ الله الثاني وأطال في عمره، قلنا له، أو بالهاتف مع الشيخ ناصر، فإن حكم واحد لي وواحد لك فأنا مع الذي حكم لك، أكثر من كذا، وتراجع وقبل رأسك ويدك. وإن حكم اثنان لي فلا أعترض على رأيك، قل ما شئت، لكن لا تعترض أنت على رأيي ما دام معي أو أنا مع عالمين جليلين. بالله عليكم في أحد يقول مثل هذا في الحكم؟ أقول إن حكم واحد لي واحد لك أنا أتراجع، وإن حكم اثنان لي فلا أعترض عليك، لكن لا تعترض وتنكر. فقال لي حرفيا والله يسمع، قال أنا أعلم منهما بهذه المسألة أو بهذه المسائل، حرفيا أو بهذه القضية أو بهذه القضية. الحقيقة هالني ما سمعت،
وأنا كذلك بشر من البشر، فأغلقت السماعة في وجهي. فكانت بداية المصيبة. قبلها كان عدنان أخونا، عدنان دعم إخواننا، عدنان وقف مع الدعوة في الهند والسند والصين، وعدنان بعد إغلاق السماعة صار مبتدعا كذابا مدلسا خبيثا دجال إلى غير ذلك من الأسماء التي أنا أرغب بنفسي عن أن أنسب إليه أو ندافع عنها. هذه بداية المشكلة. مع ذلك ما قصرت في أني كتبت له بعد مباشرة، قد خشيت تفاقم المسألة، 7 صفحات رسالة مفصلة موقفي من السيد قطب قبل 4-5 سنوات. هذه القصة 5 سنوات يقول الناس ما بينت رأيي، لكن ما رديت. نعم، لكن بيّنت. كتبنا الرسالة من 7 صفحات وأرسلتها مع أخ يقال اسمه إيهاب، معروف عندنا في الرياض عند الإخوة، وقلت يا إيهاب والله ما عندي صورة الآن في الليل، أرجوك رجاء أخوي تصورها ثم تسلمها للشيخ. وهو كنت أحسبه معتدلا بيننا، وما كنت أظن أنه قلبا وقالبا مع أولئك، وهذا لا يهمني. فجاءني بعد 2-3 رجوعه من المدينة، بعد الرجوع من المدينة، وإذا الرسالة سلمها للشيخ ربيع ولم يعطيني صورة منها، وهذا الرجل موجود حي. قلت يا أخ إيهاب صورة من الرسالة، أنا ما عندي وقت كل مرة ثانية، 7 صفحات ليست سهلة بترتيب. قال والله أنا أعطيتها للشيخ ربيع، قلت أنا أعطيك تذكرة على حسابي ترجع بكرة على حسابي بالطائرة تأتي لي بصورة منها، لأنه هذه حجة لي. ذهبت الرسالة ودفنت. هذه أخلاق المسلمين وأخلاق الدعاة، وهذه أخلاق المنصفين. قلنا جاءني أحد الإخوة قال نريد نصطلح قبل أن تتفاقم المسألة بعد تقريبا سنة من الرسالة أو أقل أو أكثر. قلت نعم. قال نسجل شريط. كالعادة ضيعنا الوقت وسجلنا شريط من 1.5 ساعة تقريبا، وذكرت مواقفي كما يقولون من العرعورية والسرورية والعفريتية والشيطانية، وما تركت شيء إلا بينت رأيي فيه. ثم وبينت رأيي في سيد ومواقف سيد وكله. ثم لا أدري ماذا حصل بالشريط، لا أدري فعلا، راح ذهب الشريط. ثم بعد سنة التقينا مع الشيخ في الرياض في بيت الدكتور باسم جوابة، وفي 14 من الإخوة دكاترة الجامعة، وسجلنا شريط وخرجنا راضين، وتعانقنا مع الشيخ ربيع، وما فرحت يوما في فرح فتن. فتحوا المسجل، ما رأيي ما رأيك ما رأيي ما رأيك، الحمد لله. في اليوم التالي عزمنا واحد وجلست أنا والشيخ ربيع نجيب على أسئلة الناس في الدعوة، بجواره جلست. وقال وقتئذ الشيخ ربيع أن سيد قطب ماسوني تعرفوا يهودي خطير خبيث. أنا أمسك. لماذا؟ قلت هو وسيد قطب يتحاكموا عند ربهم، مالي وماله. فبعض الشباب غضبوا، قال يا شيخ ربيع عندك دليل؟ قال قرأت في صحيفة، ورقة صحيفة لا أذكر الكاتب ولا أذكر اسم الصحيفة. الشباب نظروا إلي أن أرد، قلت لا أرد. لماذا؟ حرصا على وحدة الصف، وكأن الله عاقبني بذلك، لأنه في عرض. نحن لا نكفر. كلمة ماسوني أخطر ولا كلمة يهودي؟ أسألكم الآن أنه أخطر؟ ماسوني أخطر. ماسوني خبيث كافر، مو بس علماني، أعوذ بالله، أصحاب نوادي العراة وأصحاب الكيف. فقلت سكت.
وتأثرت، أنا ما أريد أن يكفر سيد قطب. مشينا، خلصت الجلسة، بعد أسبوعين 3 خرجت الصواريخ، رفعنا السماعة. كان بعض الأخوة يقول لماذا؟ أقول أذل نفسي بأخي لأننا ندفع فتنة. يا شيخ ربيع بارك الله فيك، حتى أكون صادق، هو قال أنا لي شرط واحد حتى ننهي هذه المشكلة في الجلسة العزيمة بعد ما اتفقنا على البنود. قال ما هي؟ قلت ما هي؟ قال تذهب إلى الشيخ ناصر وتسجل لي تزكية لي ولكتبي. هكذا قال، تسجل لي عند الشيخ ناصر عوضا عن التسجيل الأول اللي هو بعنوان رأيي في سيد قطب. قلت له لا كذلك، إن شاء الله أنا أسجل عند الشيخ. بعد أسبوعين خرجت الصواريخ. اتصلت به، قلت له بعض إخواننا هناك احنا اتفقنا وانتهت المشكلة وبينت رأيي والشريط عندك. قال بعض أصحابه قال أنت ما جئت بالتزكية من الشيخ ناصر؟ قلت طيب بس ما سافر. طيب إذا جئت بالتزكية معنى ذلك أنا سلفي، إذا ما جئت بالتزكية معناها أنا بدعي مبتدع عجيب. ومع ذلك ذهبت إلى الشيخ حتى أنا أكون وفي، وكان الشيخ وقتئذ مريض. فقلت له نريد أن نسجل شريطا نطفئ به الشريط الأول أو فتنة الشريط الأول. قال لي الشيخ لابد أسمع الشريط الأول وأنا الآن مجهد. قال لابد أسمع الشريط الأول تأتيني به وأنا مجهد الآن، خذ خيرا. ثم توالت الرسائل إليه، أكتب له الرسالة تلو الرسالة، أظن 3 4 كل فترة أذكره بالله وناشده الله والدعوة السلفية. وآخر شيء قبل مجيئي بيومين، لا كذب، بيوم، سعى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الفريوائي والدكتور باسم جوابر لإصلاح الموقف. اتصلوا بالدكتور، وما تصدقون ماذا كانت سعادتي عندما اشترط للمصالحة 3 أمور، والدكاترة الآن أحياء يمكنكم أن تسألوه. قال الشرط الأول أن أبين ضلالات سيد في هذه الدورة، وافقت، الحق أحق أن يقال. الشرط الثاني أن أذكر الشيخ ربيع وكتب الشيخ ربيع بخير، وافق. ونحن ما زلنا نرى أن أخانا من الدعاة إلى التوحيد. الشرط الثالث نعم تذكر؟ لا هذه غيره. أحسنت، أن أذهب إلى الشيخ ناصر وأسجل له شريط ضد الشريط الأول في كتب الشيخ. طيب إذا كنت أنا خبيثا دجالا كذابا مراوغا مدلسا، فكيف يطلب من الدكتور أن يذكر الدجال الخبيث إمام أهل السنة والجماعة بخير؟ وهل يحتاج إمام أهل السنة والجماعة إلى تزكية الصعلوك اسمه عرعور؟ ما معنى هذا؟ وافق، لأن طلب الحق حق. قالوا له الإخوة، قلت أنا لي شرط واحد، هو له 3 شروط، أنا شرط واحد، لا أريد منه تزكية، ولا أريد يذهب إلى الشيخ ابن باز ولا إلى الشيخ الألباني، أريد منه حاجة. ما هي؟ يسحب كلامه الأول. ما علمتم من الحق، هل هذا الشرط حق أم باطل؟ أسألكم بما عندكم من العدل والإنصاف، هذا الشرط حق أم باطل؟ قال أنا لا أجيب، بطلت المسألة.
حزنت جدا، فشلت. كنت أنا مستعد عليه وكتابة، لكن هو يبغي أن يسحب كلامه، ما رضي. طيب ألحوا عليه الإخوة بالمحاكمة فرضي، كما أخبر عند الفوزان والعباس. يا فرحي في تلك الليلة، دخلت إلى أهلي وبيت متهلل الوجه، زالت الفتنة. أنا ما أخفيكم سر، فتنته ما أثرت على غبار نعلي، لكن أثرت على الشباب وعلى الدعوة. والذين يحضرون دروسي والذين يدعونني إلى المؤتمرات والدعوات والله فوق طاقتي، لو كان 10 اسم عدنان ما وقفوا. وأنتم تعلمون يمكن حظ نمر جيد، قبل كده جبنا السويد 2 هم يتصخون، أمريكا ما أثر على غبار نعلي. لكن أنا أتضايق من هذا من جهة تأثيره على الشباب، إشغال الشباب، لا أريد هذا. فعندما أتكلم لإنهاء المشكلة لا لأجل نفسي، فعند الله تجتمع الخصوم، ولكن لا أريد هذه الفتنة أن تجري بين الشباب. هذه سعينا لذلك. لما رضي بالمحاكمة قبل مجيء بيوم اتصل به الدكتور باسم والدكتور الفروائي، وهما دكاترة في علم الحديث من المشهورين عندنا في المملكة، فرفض التحاكم. فأنا ماذا أفعل؟ خاصم وحكم ولا يتحاكم. طيب نتباهل؟ لا يتباهل. ثم ماذا أفعل بعد ذلك؟ أقول فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. شكر الله لكم. ما قولكم أو ما توجيه قولكم لا أعلم أحدا تكلم في المنهج على وجه الأرض مثل سيد؟ هذا كلمة المنهج ها هنا أقصد بها قضايا التغيير، الانتخابات، الاغتيالات، المظاهرات، الانقلابات، الفوضى، المواجهات. أنا دائما إذا قلت كلمة المنهج هكذا أقصد بها. 2، هذا لم أعرفه في الاصطلاح. النقطة الثانية أقصد على زمنه في وقته. في الخمسينات هو بدأ الكلام في هذه القضية بعد النكبة 52 56 ومقتل حسن البنا رحمه الله وما حصل من الفوضى والسجون. خرج سيد قطب بهذه النتيجة إنه لا اغتيالات، إنما دعوة وإلى غير ذلك كما سميناها الدعوة السلبية. فأنا قصدت هذا المعنى. في زمانه ما تكلم في هذا وقتئذ، وأقول لا الشيخ ابن باز ولا الشيخ الألباني. لماذا؟ لأن هذه القضية ما كانت مثارة وقتئذ في سوريا ولا في المملكة العربية السعودية. فالمملكة العربية السعودية كما تعلمون دولة مسلمة، وفي سوريا ما كان الوضع يتطلب هذا الأمر، وإنما كانت الفتن في مصر، فما تعرضوا لهذه القضية إطلاقا. أعطوني الكتاب الذي تكلم فيه الشيخ ناصر أو الشيخ ابن باز قبل 50 سنة في هذا الموضوع، ما تكلموا. فأنا وقفت بعض كتب الشيخ سيد قطب رحمه الله، وقفت عليها فرأيت أعجبت، وأنا شاب أعجبت في هذا الكلام، ويحلل الانتخابات والانقلابات وأن هذه كذا من أعمال الجاهلية وأنه كذا. فأنا فرحت بها، وكنت شابا وكنت متحمسا ضد هذه الأمور، ضد الجماعات، فأطلقت هذه الكلمة. فإن كان يفهم منها غير ذلك فأنا متراجع، لا لأجل ربيع ولا لغير ربيع، لا لأجل رفع التدليس عن الأمة، متراجع عنها في حياتي وبعد مماتي. هذا قصدي بها، وإذا فهمت غير هذا فأنا راجع عنها. وناسي يمكن من 20 سنة قلتها يوم كنت متحمس
وقلتها في معرض ضد الحزبيين، يعني لا في معرض الدعوة إلى منهج سيد. في فرق أني أدعو إلى منهج سيد أو بين أن أرد على الحزبيين بما يقوله إمامهم. هذا قصدي. أخطأت في الاستدلال مسألة أخرى، أخطأت في الموقف مسألة أخرى، لكن ما أدعو إلى منهج سيد قطب أبدا. لكن إذا سألتم السر ما بتخبروا الشيخ ربيع ولا بتتصلوا فيه بالهاتف الليلة وتخبروه عبر الهاتف بدون تتبع؟ أيهما أخطر؟ قولي إنه ما تكلم على وجه الأرض في المنهج في الارتيالات مثل السيد، هذا أخطر، أم أن يقول الشيخ ربيع أصاب سيد قطب عين الصواب، الحق والصواب، وفي آخر أصاب عين منهج الأنبياء. ما أدري قال هذا لما كان دكتور أو لا. هل يقول مسلم عالم هذا الكلام؟ أما كلامي واضح، فيه ارتجال أو فيه يعني حماس أم في كذب، لكن هنا ما في كذب، وفي خلل في العلم وخلل في الفهم، وهو قوله أصاب عين منهجنا. نحن نقول له من الذي يصيب عين منهج الأنبياء؟ من؟ حتى سيد يصيب عين منهج العين يعني بالتمام. فشيخ ربيع عنده طريقة الهجوم أفضل وسيلة للدفاع، فحتى الناس لا يذكرون هذه العبارة التي ذكرها، فيبدأ بالهجوم على الناس. وحتى الآن يقولون أسقطها من الطبعة الأولى، من الطبعة. لا، شيخ ربيع أعطاني هذا الكتاب قبل 10 سنوات بالطبعة الثانية أو الثالثة نسيت، وقال لي اطبعه، لأني كنت مديرا لدار الراية، دار النشر، دار كبيرة وطيبة في الرياض، كنت مديرا لها. قال اطبع هذا الكتاب وانشره بين الناس، ولم يخبرني بحذف هذه الكلمة. ولا أدري الآن الدار طبعتها أم لا، أنا نسيت. ثم بعد ذلك سمعت أنها طبعت بإسقاط هذا. لماذا لم يتراجع على الملأ الناس؟ والله زرت الدمام قبل شهرين فوجدت الكتاب عند أحد الإخوة ويقرأ هذه العبارة أو قرأ هذه العبارة. ينبغي أن يجعل هناك تسجيل يقول أنا قلت أصاب عين المنهجة، فهو حذفها وسكت. طيب هذا الحذف يدل على أن تراجع عن ذكرها، لكن نحن ما ندري تراجع عن هؤلاء. فيقول أحد هذه كتبه، نقول يجب أن يعترف أنه كان في مرحلة من حياته متعلق بسيد قطب، ولم أكن في مرحلة من حياتي أبدا متعلق بسيد إطلاقا. أنا مجرد رأيت كلام جيد للسيد استشهدت به، فما كنت حزبيا، ومعروف هذا عندي من صغري الحمد لله. رضعت السلفية، وكنت أنا شاب أقول تشهد الدنيا وأنا صغير، يعني اسمحوا لي، تشهد الدنيا بأني سلفي تلميذ ناصر فابن باز، كنت تلميذ ناصر فابن باز فاشهدي. وما جمع أحد الحقيقة بين هذين العالمين مثل ما جمع، لا أعلم تلميذ. هذا فضل لي، فضل من الله علي، إني درست على الشيخ ناصر فأصلني، ودرست على الشيخ ابن باز فرباني، وأنا كنت أعلم وما زلت أشعر بحبهما له. والآن لست حزينا، لأني قبل أيام كنت عند الشيخ قبل سفري إلى الطائف ودخولي المستشفى، وحتى كان كلاهما يداعبانني لما يعرفون من الدعابة، وكان معي أولادي. قال لي الشيخ الله يرحمه ويجعل ما شوف التواضع، مفتي مملكة، يقول لي ما قال لك أنت تزوجت الثانية أم لا؟ فقلت هو مريض، شوف الأخلاق الطيبة، شوف الدماثة. قلت له يا شيخ عندي أولادي. الله يهديك، الله يهديك، قلت الشيخ الله يهديك، أولادي جالسين. فضحك الشيخ وقال طيب زوج أولادك.
فأولادي سببوا لي مشكلة، كل يوم يقولوا لي الشيخ عبد العزيز قال لك زوجنا. يا أخي الكريم، هكذا الإسلام روح وحياة طيبة، ليس هذا التصرف العبوس في الوجه وما إلى ذلك من الأمور. هذه أخطر أصابعين منهج الأنبياء. بل الشيخ ربيع في له أشرطة شريط، لكن أصحابه يدفنونها، يقول في الشريط: رجع سيد قطب إلى العقيدة الصحيحة. لا، أنا ما أقول هذا، قلت أنا رجع إلى قضايا المنهاج الصحيحة، أما في العقيدة لا أدري. هو يقول رجع إلى العقيدة الصحيحة، فرد الفرق. نعم. لماذا أكثرتم من الاستشهاد بكلام سيد قطب رحمه الله لإيهام الناس بسلفيته؟ لا والله، هذا تحميل ما لا يحمل. أنت الآن لإيهام الناس، كيف عرفت أني لإيهام الناس؟ لو قلت إن إكثاركم، شوف التعبير بارك الله فيك، وينبغي أن تكون منصف. التعبير لو قلت لماذا إن كثرة استشهادكم بالسيد قطب يوهم الناس، هذا مقبول. لاحظ شوف التعبير: إن كثرة أكلك للتفاح يمرضك، مقبول هذا. كثرة أكلك للسكريات يسمنك، هذا تعبير مقبول. أما تقول إنك تأكل التفاح لتضر نفسك، لا، أنت الآن دخلت في نيتي. فبتعدل السؤال وتقول: أخشى ونخشى من كثرة الاستشهاد أن يخدع الناس بسلفيته. لا، هذا الأمر أولا ورطنا فيه الشيخ ناصر والشيخ ابن باز رحمه. طيب ماذا أفعل؟ هم ورطوني، فهم أفتياني بجواز الاستشهاد بكلام الشيخ، وعندي كلاهما بشريط مسجل. وحتى قلت للشيخ ناصر عندي شريط لمن أراد أن يسمع، لكن الآن سنخرج شريط إن شاء الله، إن شاء الله أن أعانني، وأذكر في كلام الشيخ ناصر الشيخ باز قال يستشهد بكلام سيد. فقلنا له، قال إذا كان صحيحا يستشهد. قلت للشيخ ناصر: وإن أكثرت؟ قال لا، لا تكثر. قلت لأجل أتباعه؟ قال أكثر، هكذا حرفيا. وأما الشيخ ابن باز فمخطوط، وجاءت من رسالة قبل موته ب5 أيام، أسأل الله يجعل مأواه الجنة. أرسلها لي، قال اطلعتنا على من الشيخ محمد موسى، أطلعت الشيخ عبد العزيز بن باز على رسالتك لقاء مع البصائر، أجرناه نحن والشيخ أبو سعيد حفظه الله، وسجل ذلك. فهذه السبب. فلا تلوموني ولوموا هذين الإمامين، ولا معرة في اتباعهما، ولكن المعرة في من أنكر عليهما، ولا معرة في من خالفهما. واضح؟ لا معرة في من خالفهما، ولا عيب على من اتبعهما، ولكن العيب على من أنكر عليهما وطمس هذا. فهذا الأخ الذي رد في كتابه الذي يحتاج إلى تصحيح لغوي، لا يعرف خبر كان من اسم كان، هذا الأخ الذي رد سود 10 20 30 صفحة ولم يجب عن سؤال واحد. أفتى الشيخ ابن باز والشيخ ناصر بجواز الاستشهاد، ما جوابه؟ لا يجيب، يذكر ويلف ويدور ويذكر عن الغزالي وأهل البدع وقال الكرابيسي، يستطرد حتى يظن الإنسان أن عدنان أحد قادة التجهم وأحد قادة الكذا. وأنا لما سكت غر أعداء السكوت وظنوا بأني قد ضعفت. لا أبدا، والله ما ضعفت، ولكني أمسكت اتباعا لنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم في الكف عن القيل والقال. فهذا الجواب بس، ما عندي غير. يجيبون الشيخ وخط الشيخ بن باز موجود، توقيعه، والصوت الشيخ بن باز موجود، انتهي. فإذا ضللاني، إذا ضللا المقلد ضللا الإمامين، بس حسبكم. طبعا أنا أقول حق،
لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت والله ما أفعل. أقسم بالله لو أعرف أنها ستكون فتنة بين الشباب ما أفعل. لكن غرني الشيخ ناصر أصلحه الله، وغرني الشيخ ابن باز أصلحه رحمه الله، نسينا. والحمد لله الذي كنت بهما مغرورا. نعم الغرر، نعم الغرر، نعمة البدعة على وزن نعمة البدعة. لا تروح 1000 رسالة في الرد علي أنه يمدح الغرار ويرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتجعلون منها رسالة ماجستير. نعم. شكر الله لكم. ما توجيه قولكم إن السلفية بدعة؟ لا حول ولا قوة. والله أجبنا مرارا وتكرارا والله. لكن يدخل الشريف يا أخي الكريم، أنا في بعض أساليبي أسرد قول الخصم. هذا أسلوب عربي وأنا أعترف أن هذا خطأ. لماذا؟ لأن الناس يحملونه على غير ما قصد. هذا أسلوب عربي مبين يقال إسقاط أو حكاية قول الخصم. فكانت مناظرة في أمريكا بيني وبين أحد الإخوان إنه التسمية بالسلفية بدعة. طيب، فأثناء المناظرة عفوا المحاضرة نظرت إليه وقلت له السلفية بدعة، يعني أحزابكم سنة. يعني واحد يقول أنا تحريري، أنا من الإخوان المسلمين، أنا من حزب الرابطة، أنا من حزب الطالع الناجي، هي سني. أما ينتسب إلى أبي بكر وعمر وعثمان فهذه بدعة، يعني أنا من باب السخرية. وهذا موجود في القرآن في مواضع كثيرة. أيهم أخطر أن أقول هذه السلفية بدعة أم قول إبراهيم هذا ربي؟ أيهما أخطر؟ هذا ربي. طيب، هذه اللفظة في ظاهرها ما سليمة في ظاهرها؟ لا، لكن قصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصد إقامة الحجة. طيب، قوله تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا. الأنبياء يقولون قل لا تسألون عما أجرمنا، نسب الإجرام للأنبياء. متى كان؟ على حد زعمكم تقولون أجرمنا، تقولون وأجرمنا والعاقبة للمتقين. نقطة ثالثة، ماذا قال عمر؟ نعمة البدعة هذه، يعني التقدير. إن كانت هذه بدعة فنعمة هذه، إن كانت السلفية بدعة فنعمة البدعة، وإن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أسلوب بليغ قوي، لكن أنا أعترف ما كنت أظن أن الناس المتربصون مترصدون يتعمدون عدم الفهم، أو ربما أخطأ. والحمد لله أن الخطأ في الأسلوب، وأنا أصرح مرارا وتكرارا تشهد الدنيا بأني سلفي، أنتسب إلى السلفية وأرفع بها رأسا. والحمد لله ما مر بحياتي كلها إلا انتساب إلى هذه الدعوة، حيث تعرفت على الشيخ ناصر أنا عمري 6 أو 15 سنة، وكان الشيخ ناصر انطلقت الدعوة السلفية في مدينة حمام بيتي. لا أقول فخرا، أقول ردا، وتشهد حمام كلها. فكان الشيخ يأتي ورب السماء ما فرحت في حياتي لا بزواج ولا بخروج من سجن ولا كذا بفرح يوم يأتي الشيخ ناصر إلى بيتي. وكنت فقيرا صعلوكا، عندي دراجة أمسك الدراجة وأدور في البلد، ولا عندنا هواتف كان ولا شيء، وأمسك الدراجة وأدعوهم ويمتلئ صحن البيت. أحوال عربية سابقة تعرفونها. ويبدأ الشيخ وينام عندي، والله ما أنام في الليل من فرحي أنا وأهلي وأمي أن هدانا الله إلى هذه الدعوة. أنا سألت والدي أين الله؟ قال لي الله في السمن في الكون مثل السمن باللبن. والله لو متنا على هذه العاقدة الباطلة مثل السمن في اللبن. إلى أن جاء الشيخ إلى بيتي وبدأ يصحح لنا العقائد، وكتب الله لنا البداية على يد الشيخ ناصر، ثم أراد الله بي الخير الكثير أن انتقلت إلى الشيخ عبد العزيز. كذلك تتلمذت على الشيخ نسيب الرافعي الرفاعي وتعلمت منه الحكمة.
الشيخ ناصر تعلمت منه التأصيل والحزم في الأمور، والشيخ باز تربيت عنده وتعلمت منه الرفق والحنان وسعة الصدر في الخلاف المعتبر، عندي سعة صدر طيبة. أما الشيخ نسيب فتعلمت منه الحكمة والدماثة، وكان إذا نزل الرياض لا ينزل، لا ينزل عند غيره وعندي، ينام عندي بالبيت. ولما مات عجبت من تأثر الشباب أولادي به، تأثروا جدا، يأتي لهم ويغني وينشد لهم أبيات فيما هو شاعر بليغ وصاحب لغة قوية. وحصل خلاف بينه وبين الشيخ ناصر ما تأثرنا به، دفلنا وانتهت المسألة. نعم. ما توجيه قولكم إذا حكمت حوكمت وإذا دعوت أجرت؟ أنا ما أدري كيف أجيب، أنا ما أدري كيف انتقدوا هذه القاعدة. هذه القاعدة لما رأيت الشباب يا أخواننا عمره 16 سنة 17 سنة 15 سنة، ماذا؟ كافر مبتدع ضال، هجموا على كتب العسقلاني حرقوها، هجموا على كتب النووي حرقوها، صار بالمساجد ينبهون الناس إن النووي مبتدع، إن العسقلاني كذا. يذهبون في التكفير كما تعلمون، تكفير سهارته وتكفير سكارته وتكفير الملوك، جعل الجملة وبالمفرق وبكل شيء. فسبحان الله قلت هذه العبارة: إذا حكمت حكمت. طبعا عندما تقول أنت تحكم تصبح قاضي، تقول هذا ظالم، هذا حكم أم دعوة؟ حكم. تقول هذا كافر، هذا حكم. طيب هذه الكلمة تحكم عليها، فإن كانت صوابا تؤجر ولكن ليس أجرا كبيرا، وإن كانت خطأ فإن كنت أهلا للاجتهاد أجر، وإن كنت لست أهلا للاجتهاد فيا ويلك من ربك. نعم. إذا حكمت حكمت. واحد قال عن ثاني فاسق، يأتي يوم القيامة المفسق ويقول يا رب هذا شتمني، أليس هذا في الحديث؟ هذا ضربني، هذا كفرني، هذا فسقني. ستحاكم أمام الله عن هذا أم لا؟ تحاكم. فإن أصبت فالله أعلم، كنت أهلا للعلم أو لست أهلا للعلم. كنت أهلا للعلم لك أجران، لست أهلا للعلم عليك وزر. أخطأت وأنت من أهل العلم لك أجر، معروف القاعدة. وإذا دعوت أجرت. الله أكبر. أنا أريد أن أصرف الشباب من الحكم على العباد بالتفسيق والتبديع والتكفير إلى دعوتهم إلى التوحيد والاتباع والسنة وإماتة البدعة. طيب أخطأت، اكتب. لا بس معقول يكتب لمن هو دونه في القبيلة. وترى الحقيقة قبيلتي أعز من قبيلته، لكن الظروف أحيانا ما الظروف، بس قبيلتنا أعز من قبيلته، لكن هذه جاهلية، أليس كذلك؟ نحن لا نقول ما في قبيلة، يعني عند الناس لكن لا أبالي. أنا مسلم، ابن مسلم عند المسلم، أصلي يهودي وأصلي نصراني وأصلي مجوسي، شو يهمني بهذا؟ طيب إذن لماذا لا يكتب ويقول يا أخ عدنان اتصلت أنا فيه 3-4 مرات؟ لماذا هو لا يتصل؟ ليه؟ أنا أسأل سؤال قبل أن يصدر هو وغيره من البطانة، أليس من حقي أن يقول يا أخ عدنان صحح هذه القاعدة؟ ثم حتى الآن أنا ما أدري وين الخطأ، سبحان الله والله لا أدري. أنا عرضت هذه على الشيخ ناصر قال لي جميل، بس اضبطها بعلم وغير علم، إذا حكم بعلم وحكم بغير علم. قلت جزاك الله خير، شوف الناصح وأغلب في شريط فيها، نعم مسجل بشريط عندي مسجل يا، والشيخ يقول اضبطها بعلم أو شيء، نسيت المسألة يمكن 10 سنين. الشيخ ناصر قبلها والشيخ ربيع ما قبلها، ويريد أن يحكم علي وعلى الشيخ ناصر. هذا الأخ يقول سمع الشريط، يقول اضبطها بالعلم حتى تميزها. كذلك مسألة نصحح ولا نجرح، هذا قصدي.
ليس قصدي نعدل ولا نجرح، هذه نعدل ولا نجرح تخص علم مصطلح الحديث، أليس كذلك؟ أنا لا أقول هذا، بل نعدل ونجرح. أفرق بين كلمة، مع أنه أستاذ، هو أستاذ في مصطلح الحديث دكتور، ما فرق بين نصحح وبين نعدل. نصحح للكلام، أما لو قلت أنا نعدل ولا نجرح في مصطلح الحديث لا أقول هذا ضلال، بل نعدل ونجرح، نعدل ونجرح. لا يفهم منها غير هذا، إن ماذا يأتون بها القاعدة ليوهموا ولتروا من الذي يدلس. يأتون القاعدة فيقولون الله أكبر نصحح ولا نجرح، والله لا نجرح. هكذا قال في بعض المحاضرات أحدهم، إذا نجرح، إذا نجرح ماشي ماذا. هذه قاعدة تربوية، وتلك قاعدة في مصطلح الحديث. لا خلق. أقول للشاب في بدءك لا تتطاول على الشيخ ناصر. والله شباب يا أخواننا بسبب هذه الفتن غير تطاولوا على الشيخ ابن باز، تطاولوا على كذا، تطاولوا على كذا. واحد أذكر اسمه أو لا، جاءني، ما أذكر، طيب تكفر، ما أذكر، جاءني وإذا به حامل على الشيخ ابن باز الله يرحمه، كنت أذكر اسمه. قلت لماذا؟ قال أنا سألته عن الشيخ ربيع وموقفه من السيد قطب وغيره من الدعاء، فقال لي الشيخ ابن باز متحامل عن الشيخ ربيع، والرجل هذا غضبان على الشيخ ابن باز. طول بالك أهديه، جاي يشيد الشيخ ابن باز. ثم بعد ذلك بعد فترة عرفت أنه من المتشددين ومن الغالين، فغضب على الشيخ. لماذا؟ قال عن الشيخ ربيع متحامل. والله الآن يا أخواني يعمل في الربا، الأخ انتكس، والله انتكس. هذا شدة الغلو والتطاول على هذا. فأنا أردت نصحح الكلام كقاعدة تربوية، ولا نجرح الأعيان، ولا خطر ببالي مسألة أهل البدع وأقول في هذه القاعدة ما قلت في القاعدة الأولى أن العموم، نعم عموم هذه القاعدة إذا فهمت على ما فهمه ربيع خطأ، أنا أعترف العموم، لكن ما قصدت هذا. قصدت قاعدة تربوية للشباب يتعلموا على تصحيح الكلام ولا يتطاولوا على العلماء والعموم. فأستغفر الله وأنا متراجع عن هذا العموم، لا خوفا لكن دفعا للفتنة من أن يفهمها الإنسان أن لا نجرح أهل البدع. كيف تصفون سيد قطب رحمه الله بأنه شهيد؟ قال حبك للشيء يعمي ويصم، وكراهيتك للشيء يعمي ويصم. معاذ الله أن أصف غير ما وصفهم الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بالشهادة، لكن انتبهوا إلى مثل إذا دخلت بنية السوء، يعني أنت مبيت نية السوء على هذا الرجل، ستفسر كل كلمة كما تشاء. أنا قلت في تعبيري جعله الله شهيدا. ماذا عن دعاء مثل رحمه الله، هذا مسلم في الماضي. فأنا قلت قال سيد كذا جعله الله شهيدا، دعاء. وماذا فهمه ربيع؟ فهمه أنه بمعنى الخبر أن الله قد انتهى وجعله شهيدا، وبدأ يزندل ويطمطن ويسهل أنه أنا قصدت كذا وكذا. والله ما قصدت إلا الدعاء، وأنا هذه المسألة أعرفها، وأظن كتبت فيها أو كتب مقال في مجلة المجاهد وحررته ونقحته، وأعلم هذه المسألة قبل 20 سنة. وكنا نقول للإخوان المسلمين غيره لا تقولوا شهيد، لا تقولوا شهيد. وأعرف هذه المسألة، وأعرف باب البخاري، وأعرف طول عمر من زمن. أنا خرجت مني مخرج الدعاء، مثل يقول جعله الله إماما، نعم، جعله الله شهيدا، جعله الله إماما، إلى غير ذلك من الأمور. نعم. كيف تردون على اتهامكم للدعاة السلفيين
بأنهم لا يفهمون الدعوة، وثانيا التقصير الشديد في الدعوة إليها، وثالثا سوء عرضها. هذا العموم خطأ، وأدخل بعضه وتنتهي المشكلة. نعم، وأنا ما زلت أؤمن أن بعض السلفيين وربما بعض الدعاة لا يفهمون حقيقة السلفية. هذا أنا عليه وأموت وأحيا عليه، لكن أدخل كلمة بعض. العموم هذا غير صحيح، أدخل بعض. هو مسكين الشيخ ربيع عنده مشكلة، كل ما تكلمت كلمة يظنها عليه أو يظنها على بلده، وينسى أنه في الصين هناك دعاة سلفيون، أن في الصين دعاة سلفيين، أن في الهند دعاة سلفيين، أن في إندونيسيا دعاة سلفيين. ينسى هذا. أنا رجل كما تعلمون بفضل ربي وحده طواف في البلاد، أعيش مع الناس كلهم، فأنظر والله يا رأيت في بعض البلدان خاصة بالهند وأحيانا في باكستان، والله الدعاة إلى السلفية ينفرق من شيء اسمه سلفية. بعضهم في الصين وفي جنوب شرق آسيا تصوروا أنه هو حليق وعنده ذنوب وعنده معاصي وعنده كذا وزوجته كاسية عالية، زوجته هو يدعو للسلفية بثلاثة: رفع الأيدي قبل الركوع وبعد الركوع، والجهر بالتأمين، وصلاة التراويح 8. طبعا عندهم توحيد لا شك، لكن ليله ونهاره هذه المسألة، وينشرون البيانات في الهند وباكستان. نتحدى الدنيا في انه ترى ليلهم ونهارهم، حتى قلت مرة كدتم ان تقولوا من صلى التراويح 8، قلت لهم هذا في الهند، من صلى التراويح 8 ورفع يديه قبل الركوع وبعد الركوع، نكاية الأحناف، أما تطبيقا للسنة، لكن يتحدون الأحناف، وجهر بالتأمين دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. كيف؟ وإن كانت امرأة كاسية يدخلون في المسجد. فأنا عندما أتكلم لا أقصد الشيخ ربيع، أقصد هؤلاء الناس. أذكر في بلد الشيخ ربيع قام واحد قبل فترة يدعو إلى السلفية، ناس من عموم المسلمين من سوريا ومصر، منها عندهم جاهل وعندهم شركيات. والله يا إخوان إنه لو سمعه يعني أنهم مما فعل في خطبتي قال: أيها الجهلة، أيها الفسقة، أيها المبتدعة، أنتم مشركون تطوفون في بلادكم بالقبور. هكذا أمر الله بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. الناس تركته وخرجت. يعني لا أخف عندما أقول بعض الدعاة تنحصر فهمه في الدعوة السلفية فقط في بلدي حما، وفي بلد آخر وين تنحصر دعوتهم؟ تدرون؟ تنحصر دعوتهم في تقبيل اليد قبل تقبيل اليد للشيخ، وفي السبحة كل يوم كل يوم كل يوم ليل نهار على المنبر ومشاكل ومضاربات. هذه الدعوة السلفية؟ ليست هذه الدعوة السلفية، سوء العرض. فهذا أقصد بعض الدعاة يحتاجون إلى أن يفهموا عموم الدعوة السلفية أنها توحيد وعبادة وأخلاق ودعوة وحكمة إلى غير ذلك. فمثل بالشام يا شيخنا يقول: اللي برقبته مسلي يعني إبرة بتنخزه. فهم؟ لما أقول بعض الدعاة فهذا قصدي، بعض الدعاة والعموم مسحوب. نعم. ما توجيهكم بجواز الخلاف في العقيدة؟ مثل هذا جعله الله شهيدا. قلت يجوز أو جواز الخلاف في العقيدة، يعني جواز ورود، يعني ممكن أن يحصل خلاف في العقيدة. ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن.
ولذلك أكدت أنه ضربت مثال الآن الكرسي العرش قبل أو القلم، هذه مسألة فقهية تخص الصلاة والصوم أو أخلاقية أو مسألة أن هذا جائز، مش بمعنى الإباحة، بمعنى يمكن أن يحصل هذا. فإذا وقع هذا بين السلف فلا نفترق لأجله. لكن شوف وين حملوها. هل وقع خلاف بين ابن خزيمة وغيره من الأئمة؟ وقع خلاف بين الأئمة في أن آدم على صورة الرحمن؟ وقع. إذا ممكن أن يقع في هذه المسائل. وكذلك أقول إن بعض مسائل الفقه أهم من بعض مسائل العقيدة. نعم، بل قلت هذا لشيخنا فأجابني نعم. مثلا أنه أهم أن نعلم الملائكة أفضل أم البشر، القلم قبل أم العرش، هذا أهم أم نعلم شروط الصلاة؟ شروط الصلاة. فقصدي أما العقيدة بمعنى التوحيد، الأسماء والصفات، توحيد الأسماء. افرض أمك ماتت ولم تتعلم شروط الصلاة، أخطأ أم ماتت وهي لا تعلم بعض التفصيلات في الأسماء والصفات؟ بالله عليكم جداتكم أمهاتكم يعلمون هذا التفصيل؟ لا. كلام الله 7 أقسام، كذا وكذا 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 وكذا، لا يعلمون هذا. فأما العقيدة بمعنى توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات في الجملة، في الإثبات ونفي التشبيه، هذا الحمد لله ندين به ولا يجوز فيه الخلاف. ومن خالف في هذا فقد ضل ضلال بعيدا ربما يكفر. لكن ليس هذا قصدي. نعم. لا توجيهكم لمن قال من بعض إخواننا أنكم أحييتم منهج الموازنات. هذه فرية فهموها من بعض كلامي، أظن بالتيه والمخرج نسيت الآن، ولا أنا أقول بهذا. وأجبت جوابا تحريريا أنا أكتبه الآن، انتهى بعنوان براءة. أنا في هذا المذهب على مذهب الشيخ ابن باز والألباني، الشيخين الكريمين، فأنا على مذهبهما. والحقيقة ما عندي تفصيل كثير في المسألة، لأن المسألة هذه متداخلة جدا. فإذا قلنا لا نستشهد بكلام أهل البدع بإطلاق لا يجوز، أرى هذا مخالف لمنهج السلف. ألم يستشهد ابن تيمية بكلام ابن حزم في الفقه؟ أليس ابن حزم داعية إلى مذهب التجهم؟ أليس عندهم من العقيدة الباطل والفاسد شيء الكثير؟ أليس كذلك؟ تعرفون هذا أم لا؟ ابن حزم ألا ترى أن ابن القيم يصفه بالإيمان وتارة يصفه بالتجاهل؟ هذا اللي تعلمنا إحنا. لكن التفصيلات الأخرى أنا ما خطر في بالي ولا صنفتها ولا بحثتها، ولكن أعلم بعض القواعد من ديني ومن علمي. ولكن أنا راجع عن كل شيء. الذي يقرر هذه المسألة الأئمة الكبار، فليس قولي بحجة على ربيع وليس قول ربيع بحجة علي. أما إجماع الشيخ ابن باز، الشيخ ناصر، الشيخ ابن عثيمين، هؤلاء كلهم فهم حجة علينا جميعا، لأني أرى الإجماع ضمن. فأنا أراجع وتكتب هذه المسألة بالتفصيل وتعرض على هؤلاء العلماء وهم يقررون، وأنا أرجع في حياتي وبعد موتي ولا أسامح من يطبع كتبي وأشرطتي أن يخالف هذه القضية ما يقرر هذه الشروط. ولها تفصيل كثير، لكن هذا إجمال ولا أذكر في التفصيل. نعم. ذكرتم أن اختلافات الجماعات اختلافات اجتهادية، فما جوابكم على ذلك؟ ما أذكر الحقيقة هذه العبارة، ولكن لا أرضاها عموما، ولم أسمعها. لابد أسمع، أخشى أنها من باب حكاية دخول الخصم، يعني مثل السلفية بدعة، لكن هذه لا أذكرها ولا أعلم متى قلتها، وهذا العموم خطأ. فأنا ما أدري هل قلته وأنا شاب أو قلته من باب حكاية دخول الخصم، يعني لا أذكر الآن. لكن هذا العموم ليس كل خلاف بين الجماعات اجتهادي، لا، في خلافات مصدرها هوى
لكن في بعضها اجتهادي. نعم. وليس كيف تحثون على كتب سيد قطب رحمه الله مثل في ظلال القرآن ومعالم في الطريق ولماذا أعدموني؟ هذه المسألة ورطني بها شيخي الشيخ ناصر وشيخي الشيخ محمد عيد عباسي، وعلى كل دفعا للفتنة والربا فأنا أوقفت طباعة السبيل الأول. السبيل الأول الكتاب ما طبعته حتى الآن. السبيل الأول ما طبعته أصلا، وهذا الكتاب طبع يمكن قبل زمن بعيد لا أذكره، فأنا كان ينبغي فعلا أن أضبط ذلك. الشيخ ناصر قال لي حرفيا في بيتي، ويشهد على هذا الشيخ أخونا خالد الشيخ حسين خالد وغيره، قال عن معالم في الطريق هو توحيد بلغة عصرية. فكنت في صغري سألت الشيخ ناصر عن هذا الكتاب فقال لي هذا الجواب. فإما أني أضلل الآن الشيخ ناصر، هذا صعب شوي، يعني ثقيل والله ما يقبل، عيب. فبناء على هذا الأمر ذكرت هذا، لكن أنا ما زلت أقول أن السيد قطب رحمه الله مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان كاتبا إسلاميا جاهلا وضالا، كتب كلام ضلال، وله كتب شنع فيها، كان من الكتاب الإسلاميين في الصحف يكتب، يميل إلى الإسلام بالجملة. ثم لما سافر إلى أمريكا تحول ودخل في جماعة الإخوان المسلمين، وصار اتجاهه سياسيا حربجيا، مواجهة، اغتيال، انقلابات إلى هذه الأمور. سادسا بعد ذلك كتب بعض الكتب التي تدل على قضية المنهج التي عنيت الانتخابات، وتتراجع عن هذا، تراجع عن هذه القضية الاغتيالات صريح في كتابته، وقال إن الإخوان المسلمين ذا وكذا وكذا وكذا. فطبعا لا يجوز أن نحيل الناس على مقالاته وكتبه الأولى أبدا. كذلك لا يجوز أن نحيل الناس على كتبه إذا كانوا سيخدعون ويتحركون ويواجهون و إلى غير ذلك من الأمور. هذه مسألة منتهية. فإذا الشيء